بيبدأ الفيلم بالبنت الصغيرة آني يلي بتكون قاعدة بغرفتها وعم تصلي وخايفة، وبتجي أمها لعندها وبتصير تخبط على الباب بطريقة غريبة. بعدين منشوف آني كبرت وصارت راهبة وعم تحكي لوحدة يلي كان يصير مع أمها، وبتقلها إنه أمها كانت ممسوسة وأوقات كانت لطيفة وأوقات تأذيها. بعام 1835 أنشأ الفاتيكان بروما مدرسة للتدريب الكهنة على طقوس طرد الأرواح، وبعد ما ازداد أعداد الأشخاص المنصابين بمس شيطاني قرروا يفتحوا مدارس على نطاق أوسع. ومنشوف آني وهي جاية على واحدة من هي المدارس، وبعد ما تحضر المحاضرة بتطلع لعند مريض وبتطعميه، وبتروح لعند مريضة تانية ويلي بتكون بنت صغيرة عم تعاني من نوبات صرع والعديد من الأعراض، وأما جابتها على المشفى لأنها معتقدة إنها ممسوسة. وبتقعد مع آني وبتصير تحكي معها، وبتكون البنت طبيعية وبتحب آني كتير. وبالليل بتكون قاعدة بغرفتها وبتشوف المشط تبعها، وبتتذكر كيف أمها كانت تأذيها. وبعدها بتقوم لتسكر شباك الغرفة، وبتشوف شبح بنت وراها، فبتصير تطلع بالغرفة وبتشوف خيال حدا ورا الباب، فبتطلع لبرا وما بتلاقي حدا. تاني يوم وهي ماشية بالممر بتسمع صوت عم يناديلها، وفجأة بتلاقي البنت ناتالي وراها، وبتقلها أنها ما بتحب غرفتها وطلعت مشان تدور عليها. وبتاخدها آني وبترجعها على غرفتها، ولما بتكون نازلة على الدرج بترجع بتسمع صوت عم يناديلها ويقلها أنا حكون معك، وبتمشي باتجاه الصوت وبتلاقي باب مفتوح، وبيكون جوا الغرفة في محاضرة ومشغلين تسجيل لعملية طرد أرواح. وبتفوت لتحضر المحاضرة، بيكون الدكتور عم يشرح لهم عن عملية طرد الأرواح يلي قاموا فيها على إلينا يلي كانت بآخر مراحل المس الشيطاني وبالأخير ماتت. بعدها بتكون قاعدة آني على الكمبيوتر وعم تبحث بقضية إلينا وتسمع التسجيلات وتحاول تفسرها. وبتتذكر وقت كانت عم تحكي للمسؤولة عن أمها، وإنه أمها قالت لها إنه كان في صوت براسها عم يدفعها تعمل هالشي، وإنه كان بده يأذيها لإلها. بعدها بتكون واقفة مع الدكتور وكاهنة، وبيكون مستاء لأنها دخلت محاضرته يلي مقتصرة على الذكور، لأنه عملية طرد الأرواح ما بيصير يشاركوا فيها النساء، وبينبهوها إنه هالشي ما بيصير، وإنه واجبها تدير بالها على المرضى وتنتبه لهم وبس. ولما بتكون آني بغرفة مريض عم تعتني فيه، فجأة بتسمعه عم يغني نفس الأغنية يلي أمها كانت تغنيها، ولما بتسأله منين بتعرفها بيقلها نحن كنا بانتظارك. فبتخاف وبتطلع فوراً، وبيتسكر الباب بوشها وبيهجم عليها العجوز وبيقلها هي النهاية وبيرقص معها، والأغنية بتشتغل على البافلات بس هي بتقدر تبعده عنها. وبيشوفوا المسؤولين تسجيلات الكاميرا وبيعرفوا إنه هذا الكيان ملاحق آني، وبتقترح الراهبة إنه يرجعوها على الدير، بس الدكتور بيكون عنده رأي تاني وبيقترح إنه يخلوها وهو حيدربها، بس هالشي بيكون مخالف للقواعد. بيوافق الأب المسؤول على حكيه، ومنشوف آني انضمت لصف الدكتور، وبتكون هي البنت الوحيدة بين الذكور. بفوتوا على المحاضرة وبيعرفون الدكتور عليها، وبينزلهم على غرفة ناتالي وبيخبرهم إنه حالتها صعبة، وبيسألهم مين بيتطوع ليقوم بعملية طرد الأرواح. بيفوتوا 2 من الطلاب ليقوموا بالعملية، وبيكونوا البقية عم يراقبوهم من برا. وأول ما بيفوتوا بتكون ناتالي شكلها مرعب، والشيطان مسيطر عليها بالكامل، وبتصير تمشي بطريقة مرعبة وبتطلع على الحيط. وهن بيستمروا بالطقوس، وبتقرب ناتالي من البلور لقدام آني، وبصيروا إيديها ينجرحوا ويطلع منهم دود. ولما بيشوفها هيك الدكتور بيفوت هو على الغرفة وبيبلش يقرا بوشها، فبتسحب ناتالي حالها فوراً لتحت التخت، وبيرفع غطا التخت، ولما بيقرب الدكتور بينسحب لتحت التخت، وبتظهر ناتالي بطريقة مرعبة. فبتفوت لعندهم آني فوراً وبتحكي معها، فبترجع ناتالي لثواني وبتقلها أنا خايفة، وفجأة بتنرمى على الأرض وبصير شعرها يدخل بتمها، والشباب بيركضوا لينقذوها، وآني بتصير تصلي لحد ما يروح الكيان وترجع ناتالي لطبيعتها. ولما بيكونوا قاعدين برا بيورجيهم الرسمة يلي بتكون لوحدة حامل، وبيقولن يمكن هالرسمة بتخصني لأنه أختي تعرضت للاغتصاب وكانت حامل، وفادت الطفل من وقتها أصاب الحزن. بعدها بتكون آني عم تضب الأغراض وبتشوف جثة مسطحة على التخت ومغطاية، فبتقرب منها وبترفع الغطا وبتكون جثة أمها، ولما بترجع بتطلع بتلاقيها اختفت، وفجأة بتظهر من وراها وبتخنقها، وبتصحى آني وبتكون عم تحلم. بعدها بتروح لتطمن على ناتالي، وبتقلها ناتالي إنها شافت كابوس، وإنها شافت إنه كانت بغرفة آني وكان في كتير أشخاص عم يصرخوا وصوت عم يقلها تعمل شغلات مو منيحة، وآني كانت عم تصرخ، فبتحاول آني تطمنها. ولما بتكون ناتالي مع الدكتور بتسأله إذا تم تطهير ناتالي بشكل كامل، فبيقلها إنه مالن متأكدين، وإنه ممكن الشيطان بعد عنا بشكل مؤقت، وإنه حيخلوها هلأ تحت المراقبة. ولما بتكون بالمكتبة بتفوت لتبحث بالحالات المستعصية والسرية والأعراض تبعها، وبتشوف ملفات للعديد من المرضى يلي كانت حالتهم مستعصية وتم نقلهم للفاتيكان، وأغلبهم ماتوا إلا حالة واحدة تم إخراجها. وبتشغل الفيديو الخاص فيها وتسجل يلي عم تشوفه، ومنشوفها وهي قاعدة عند المسؤولة وبتتذكر وقت أمها كانت تهجم عليها، وبتقلها إنه بالأخير أمها انتحرت. بعدها بتروح آني لعند ناتالي بس ما بتقدر تفوت، وبتقلها رهبة تانية إنه انقيدوا الدخول لعندها ويمكن يتم نقلها، فبتروح فوراً لعند الدكتور وبتحاول تقنعه إنه ما ينقلوها لأنه أغلب الحالات اللي تم نقلها ماتت، بس هو ما بيقتنع بكلامها وبتمشي وهي مزعوجة. وبتشوف زميلها يلي بيكون سمع حكيهم وبيكون متفق معها بالرأي،
وبيقول لها إنه ما معك وقت كتير وإنه تحاول تثبت لهم حكيها، وبيقول لها إنه أخته حالتها سيئة وعندها شعور بالذنب بسبب يلي صار معها، وهالشي سمح للشيطان بالاستحواذ عليها، وبيكون بده يقاومه بعملية طرد أرواح غير رسمية ليساعد أخته لأنه مو مسموح إنه يدخلها على هي المشفى. فبتوافق آني وبتروح معه، وبتشوف أخته يلي بتكون نايمة وبيجهزوا حالهم لعملية الطرد. وأول ما بتقرب منها بتصير ترجف وتتشنج وبتشوف علامات على بطنها، وفجأة بتتشنج وبيكبر بطنها والشموع بتنطفى، وآني بتصير تحكيها وتحاول تساعدها، وأخوها بيضل يقرأ لحد ما بيرجع بطنها لطبيعته، وبتكون آني قدرت تنقذها. ولما بيطلعوا بتحكي له آني لزميلها إنه لما كان عمرها 15 كانت حامل وطردوها من الميتم ولجأت لدير الرهبات اللي اعتنوا فيها، ولما ولدت تبنوا الطفلة وهي شعرت بالذنب إنها تركت بنتها. بعدها منشوفها واقفة على المراية وعم تسرح شعرها وتتذكر أمها، وفجأة بتحس عينها عم تجعى وبتطلع منها خيط ومنشوف ظل أسود واقف وراها. بعدين بتجي لعندها الراهبة وبتقلها إنه الكاردينال ماثيو بده إياها، فبتروح لتقابله وبيكون زميلها قاعد هنيك، وبيخبروها إنه أخته إيميليا انتحرت الليلة الماضية وإنه ما كان لازم تعمل عملية طرد والشيطان قدر يخدعها، وبيرجعوها على الدير الرهباتي اللي كانت فيه. وهي بغرفتها بتجي لعندها المسؤولة وبتعطيها كتاب وبتخبرها إنه تم تطهير ناتالي وطلعت مع أمها. ولما بتطلع آني لبرا بتلاقي زميلها دانتي إجا وبيخبرها إنه ناتالي انتكست حالتها وهاجمت الممرضين والأب بسيارة الإسعاف وقتلتهم. ولما شافها عطته سلسلة وبيعطيها السلسلة، فبتقول له آني إنها اشترت هي السلسلة أول ما أجت لهذا المكان ولفته على إيد بنتها يلي تخلت عنها، وبتخبر إنه ناتالي بتكون بنتها والشيطان عم يستخدمها ليصل لها، وبتقول له إنه ما رح تتركها تعاني. وبيروحوا على المكان يلي حاطين فيه ناتالي ويلي بيكون زنزانة تحت الأرض، وأول ما بيصلوا بيشوفوا الأب ماثيو ومعه شابين واقفين قدام الزنزانة بيحاولوا يمنعوها تقرب بس هي ما بترد. وفجأة بتنطفى الأضواء وبصير الباقي ينسحبوا وينرموا، وفجأة بتظهر قدامه ناتالي بشكل مرعب، وبصير الشيطان يحاول يستغل عواطف آني ويقول ليش تركتي بنتك، وإنه أمها انتحرت وضحت بحالها من شانها، لهيك هي مو ممكن تكون أم وتكون مسؤولة عن حياة تانية. وبتقول آني للشيطان إنه انتصر عليها، وبتركض ناتالي بتعانقها وبينتقل الشيطان لجسد آني وبتوقع على الأرض وبتصير تتشنج وتتحول، وبتقول له نهربوا. وبياخد دانتي ناتالي وبيهرب وبيفتح الباب وبيقول لها تطلع تتخبى لينتبه هو لآني، وبالفعل بتروح ناتالي وآني بيستحوذ عليها الشيطان بشكل كامل، وبتروح لتقتل ناتالي وبتهجم عليها، وبتكون هي بالداخل عم تحاول بكل قوتها تحارب الشيطان، وهي ماسكة ناتالي بترجع لطبيعتها وبتفلتها، بس الشيطان ما بيوقف عن محاولته للسيطرة عليها، وبتقدر تحط الصليب على جبهتها وبتوقع بالبير وبتصير ترجع لها كل الذكريات والنصايح يلي سمعتها، وبيقدر دانتي يفوت لعندها وينقذها وبترجع الأمور لطبيعتها. وبعدين بنشوفها بالمشفى وبتجي لعندها ناتالي وبتعطيها رسمة، وبعدين بتروح مع أمها، وبالمدرسة بيرقوها لتكون طاردة أرواح وتتعلم هالشي. ولما بتكون بالطريق راكبة بالتاكسي بتتفاجأ بست كبيرة واقفة وعم تطلع فيها بطريقة غريبة، وبتسمع السواق عم يقول لها آني، وفجأة بتلاقي الست قدامها وعيونها بيض وبيهجم عليها السواق. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.